يا واحدا في ملكه ليس له أحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد، فلا أنت بمولودا ولست بوالدا حقا يا رب، ولا لك في الورى كفوا أحد. سبحانك ربي سبحانك، علمتنا يا رب أن قضية الموت هذه هي لغز لا مفر منه، وتعلمنا يا رب منك جميعا أن الدنيا فانية لا فرق بها بين غني ولا فقير، ولا فرق فيها بينك. ولو دامت الدنيا لأهلها لكان حبيبك المصطفى حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عجبت للشمس من في الصبح يظهرها، ومن وراء الدجى بالليل يخفيها. عجبت للأم تؤتى اللبن إن ولدت، وإن تكن عاقرا لا لبن يأتيها. عجبت للروح أين تسكن في جسدي، سبحان من عنده علمها وباريها. عجبت للأرض تؤتى الخير للناس، إن شاء يظهرها وإن شاء يخفيها. عجبت للطير في السماء سابحة تسعى على رزقها، ورزق اليوم يكفيها. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه، على الصادق الوعد الأمين، وعلى أصحابه الغر الميامين الموحدين بالله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى صلوات ربي عليه، الذي خاطبه القائل فقال: سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى، سلامي على الممدوح بالنون والقلم، سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم، سلامي على من صار ليلا للعلا وكان له جبريل من أطواع الخدم، سلامي على من قال يا رب أمتي أجرها من النيران قال له نعم. أيها الأحبة الكرام، في ليلة وداع راحلة رحلت عنا في هذه الليلة القرآنية المباركة، نسأل الله في عليائه أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجاف الأرض عن جنبيها، وأن يفسح لها في قبرها مد بصرها. جئنا جميعا مقدمين واجب العزاء إلى الأخ الحبيب والصديق الوفي سيادة المستشار محمد عثمان الحصري، ولآل الحصري جميعا، والحاج صلاح عثمان الحصري، والكابتن سامح عثمان الحصري، والأستاذ محمد الشامي الشربجي بالضرائب العامة، والحاج السيد أبو علي في وفاة هذه الأم الغالية. يطيب اللقاء لنسعد في هذه اللحظات العطرة، ونعيش مع مأدبة الهادي البشير ودستور الأمة الأسمى الذي نزل على صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لنعيش وإياكم في هذه التلاوة المباركة يعطر بها هذه الأجواء العطرة علم من أعلام التلاوة على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وفخر قراء مصر فضيلة القارئ الشيخ محمد صبري رضوان، فخر هذا البلد الطيب. أسأل ربي تبارك وتعالى له الإجابة والقبول، ولحضراتكم بحسن الاستماع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني
موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا
أولاهما بعثنا إليكم عباد لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليتبروا ما عليك تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وجوهكم
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة تتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. سبحان من أسرى بأفضل مصطفى ليلا من الحرم الشريف حماك، ثم انتهى للمنتهى بعروجه وسما إليك ملبيا دعواك. برق البراق به إلى الأقصى الذي باركت حول رحابه بهداك. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، تلاها علينا علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وفخر قراء مركز ومدينة كفر صقر فضيلة العلم القرآني والإذاعي الكبير الشيخ محمد صبري رضوان، فخر مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية. فباسم جميع عموم أهل الحصر جميعا، وباسم المستشار محمد عثمان الحصري والحاج صلاح عثمان الحصري والكابتن سامح عثمان الحصري والأستاذ محمد الشامي الشربجي بالضرائب العامة والحاج السيد أبو علي وآل الحصر جميعا على مستوى مركز أولاد صقر، يتقدمون إليكم جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، شاكرين إليه سعيه ومسعاه. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للهندسة الصوتية تحت قيادة الشركة الكبرى للصوتيات شركات الحاج فايز خطاب، إدارة المهندس الأستاذ سمير خطاب والمقيم بمركز أولاد صقر، ومن داخل لؤلؤة السرادقات الكبرى والإدارة الكهربائية الكبرى الأستاذ هاني محسن شلبي بأولاد صقر، ومن داخل الخدمات الفندقية الممتازة وقصور الضيافة الكبرى الذين قاموا بواجب الضيافة على أكمل وجه الأستاذ محمد الصباغ والمقيم بمركز ومدينة أولاد صقر. أيها الأحبة الكرام، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة الذين جاءوا من كل فج عميق يقدمون واجب العزاء إلى عموم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وأتقدم بخالص الشكر إلى كل من واساهم من القيادات الشعبية والسياسية والدينية، وأخص بالذكر حضور أخي وحبيبي وأستاذي الأكبر الذي دائما وأبدا أتعلم منه الأدب والاحترام، فضيلة الحج نجاح مصطفى فخر مركز ومدينة أولاد صقر والعملة النادرة بهذا البلد الطيب.
سائلين الله تبارك وتعالى في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يتغمد أمنا الراحلة في واسع رحمته، وأن يجافي الأرض عن جنبيها، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وأن يشفع فيها القرآن يا رب العالمين، وأن يفسح لها في قبرها مد بصرها، وأن يثبتها عند السؤال يا رب العالمين، وأن يجعل ثواب ما قرأه القارئ الكريم ونور ما تلوناه من القرآن الكريم نورا يتقاطر عليها في قبرها، هو ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم يا الله ارحمها بواسع رحمته، وأدخلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وشفع فيها القرآن يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، بعد لحظات قليلة سوف يرفع نداء الحق أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، فإلى هنا ينفصل بنا الإرسال على أمل أن نتواصل بعد صلاة العشاء مباشرة. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.